يلا نجرب حاجه جديده، ابل باي بالكنافه. هجيب التفاح قشره كويس، هقطعها كده اي مكعبات كبيره شويه. هنزل بالزبده، سكر ابيض، سكر بني، قرفه ورشه ملح، اسيحهم مع بعض، شويه جوز الطيب وابشر. هضيف عصير ليمون. قربوا يسيحوا خلاص، هنزل بالتفاح قلبتهم كويس اهوت، وهسيبها تبان تطبخ 10 دقايق على ما التفاح يستوي. شويه ميه هنزل عليهم على بالنشا، اقلبها كويس، هنزل بيها على التفاح. خلاص التفاح استوى، فعشان كده عملت كده، وعايز اتقلها شويه. خلاص كده بقى لها دقيقتين بتغلي. بعد ما حطيت النشا اطفي عليها النار واسيبها تبرد خالص. كنافه كده هقسمها بس نصين عشان اعرف اقطعها. طبعا انا فرزنتها اسهل في التقطيع. خلاص قطعت الكنافه، هنزل بالسمنه. خلاص هقلب الكنافه مع السمنه في الصينيه، هدهنها بس بشويه سمنه. كده هنزل بالكنافه، هبدا افردها كويس، اتاكد بس ان هي مكبوسه كويس. تاني هدلق عليها القشطه، هسيبها كده ايه تبرد تماما. القشطه نشفت، هنزل بقى بالابل باي، هبدا اغطيها الكنافه فوق الوش، هكبسها كويس، اتاكد ان هي من الجناب قفلت. هدخلها على الفرن على درجه حراره 200، الرف التحتاني خالص. اديها بشويه سمنه. خلاص استوت. اعرف ازاي ان هي استوت؟ انه احمرت من الجناب وكشت شويه من الجناب. خلاص هقلبها على طول وهي دافيه. هنزل بالعسل. يا جماعه الايس كريم انا هوم ميد عامله في البيت. عليه الكنافه مع التفاح، شويه كراميل كده، ممكن شويه فستق كده. ايه خلينا ندوق مع التفاح مع الكنافه. خرافيه. دوق ياسمين. تحفه، صح؟ كومباينيشن حلو قوي. جربوه، ايه رايكم؟ دن.